السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شكرا مهند الجالي، الشكر كذلك لضيفيك في الاستوديو. أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم في إطار الجولة 33 لبطولة الدوري الفرنسي للدرجة الأولى في موسم 2022 2073 نقطة، والذي يقضي باريس سان جيرمان فيتينيا والتمريرة التي إلى كيليان امبابي والتسديدة، لكن بعيدة كرة كيليان امبابي تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى سمرة، لكن الكرة بتعود إلى دوناروما. كاد أن يخطف إبراهيم كوني كاد أن يخطف الكرة الماضية، تعود من أشرف، وصلت إلى ليو عود من الطرف الأيمن، الضغط العالي من ماركو، فرصة جميلة هنا، تسديدة من إبراهيم كوني لكنها سهلة عندها حارس المرمى دوناروما يتمكن من امبابي ناقوس والخطر. ميسي يحاول فيها، ميسي والتمرير، هذه وصلت كاس من كالولو، روما والتصويب والهدف. يا ولد، بنقلات بلمسات بسحر فريق لوريون، الفريق الذي يخطف الهدف الأول، والفرقة البرتقالية التي تفرح هنا وتسعد بأول أهداف اللقاء، لكن هدف لوريون. نعم، فريق باريس سان جيرمان هنا ليو والوصول من جانب كيليان، لا سلام، بينية كانت من ابراهيمي في الطرف الايمن، حكيمي في العرضيه، لكن التغطيه كانت مرور من اشرف حكيمي، عنده كره بعد ذلك خطا على حكيمي وبطاقه صفراء ثانيه، وبالتالي الحمراء حكم المباراه جيرون بريسار على أشرف حكيمي باتجاه إبراهيم كوني من أجل الثاني ولكن إلى خارج الملعب. لوريون يقدم نفسه بصورة مميزة جدا في هذا اللقاء، يقدم نفسه بصورة ولا أروع في الميدان. نقلت بعد ذلك الكرة، يرسل كرة ساقطة والراسية تأتي ولكن إلى خارج الملعب. كرة سيرخيو راموس تحولت إلى ركلة مرمى في هذه اللحظات، ركلة مرمى في بينية باتجاه إبراهيم كوني، لكن هنا لا تغفل أبدا، عليك أن تراقب في كل اللحظات حتى ما زالت هنا سقوط. وهنا ماذا يقرر حكم اللقاء؟ يقرر الحكم؟ يقرر السمير في هذه اللحظات. واحد من أغرب الأهداف، منقولة كرة منقولة، يعني ليس اليوم منقولة، الكرة داخل منطقة الجزاء، ماركينيوس كيليان امبابي والتمرير، إبراهيم والتمرير، روما والتصويب، فيتينيا عنده كرة، فيتينيا تمريرة بعد بشكل جميل، الثاني، نعم، بنفس الطريقة، بنفس الكيفية، من نفس المكان، عن طريق نفس اللاعب، آتت العرضية وآتى الإسهام وآتت التمريرة الحاسمة. روما فيفر في العرضية، وبعد ذلك في الانهاء في كرة الثانية من سيرخيو، بينما على الطائر دوناروما لاعب روما طويلة. يا سلام هنا الهدف الثالث، إبراهيم كوني والتسديدة، ولكن إلى خارج الملعب تحولت إلى ركلة مرمى. كرة إبراهيم كوني، هذه التسديدة اليسارية من إبراهيم كوني، أعتقد ميسي فريق لوريون. هنا تمريرة من كيليان، وصل هنا عملية دفع بالفعل روما وتمريرة، لكن هذه المرة يعني لاعب عادي. طيب، شكرا. وسط ملعب فريق باريس سان جيرمان، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية، إلى ميسي إلى كيليان، ميسي إضافة لفابيان رويز، فيتين كوفراتي باتجاه ليو، ميسي والتمرير الذي سيتوج بنسبة خطأ على ماركينيوس في اللقطة الماضية. ماركينيوس يعترض وسينال البطاقة الصفراء. نعم، ينال البطاقة الصفراء من الطرف ليس برنات، والعرضية مرة واحدة
من 4 مباريات. ماركينيوس وماركو رويز. فابيان رويز هو من سدد الكرة الماضية. فابيان رويز هو من سدد الكرة الماضية. شاهد الكرة وصلت إليه بهذا الشكل، لكن تزر ماركو فيراتي لكيليان، لكن خاطئ الكرة كيليان مبابي وحاول من إخوان برنات. فيتينيا والتمريرة إلى كيليان، نقلة بصورة جميلة إلى فرع عند الكرة كيليان والعرضية كان مبابي عند الكرة، تمريرة إلى الهدف الثاني يونغوا كرة داخل منطقة الجزاء، راسية راموس. كاد أن يفعلها سيرخيو، كاد أن يفعلها مثل ما اعتاد، كاد أن يفعلها مثل ما تعود، كاد أن اللي عنده بطاقة صفراء، بينما هنا إلى نونو مينديش يحاول فيها راتي يحاول فيها كيليان مبابي. حارس انفوغو، حارس عرضية أخرى دانيلو، انفوغو يتصدى لكرة حتى لفريق لوريون، والتصويبة حتى ولو ب10 لاعبين. هنا كيليان راح مرة مبابي وصلت إلى رويز، يسقط روما فرصة الهدف الثالث. روما يريد المرور، سقوط من دون فعلها نعم على الرغم من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد من قناة فيوتشر كور. النهاردة بإذن الله هنشرح ازاي نحمل برنامج كلاود فلير VPN. تابع معايا الشرح وهتلاقي اللينك في الوصف. بعد ما نخش على الموقع بالشكل ده تختار النسخة اللي انت عاوزها، iOS، اندرويد، ماك، ويندوز اللي انت عاوزه. انا هختار ويندوز وهنعمل سيف، وبعد ما ينزل معانا بالشكل دوت هنفتحه وهندوس نيكست وانستول. كده هندوس فينيش، هيظهر لنا بالشكل دوت. هندوس نيكست وهندوس اكسبت. بعد كده يبقى بالشكل دوت. هنخش على السيتنج على طول، نخش على ادفانسد. هنا انت لو عاوز تحمل البيتا بتاعت البرنامج، لا نسخة احدث من ديت ممكن تختارها عادي. وهنا في الكونكشن تختار اللي هو ال HTTPS او التيلس او الورب، انا هخلي ورب. وهنا ممكن نختار بلوك مالوير. بعد كده نعمل كونكت، هتلاقي عمل معانا كونكت بالشكل دوت، يقول لك your internet is private. نيجي نخش نجرب الاي بي مثلا، هتلاقي الاي بي بتاعنا اتغير بقى كلاود فلير، نفس الاي بي بتاعك بس بيديك IP6. لما تيجي تتصفح اي موقع هيظهر لهم اللي هو الاي بي 6، مش هيظهر لهم الاي بي بتاعك. ولو انت عايز برضو بلد مختلفة عن مصر تعمل ديسكونكت، كده ترجع تعمل كونكت تاني. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.